بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي إذاعة إشراق FM عبر مواقعها المختلفة في السوشيال ميديا، وكذلك أيضا متابعينا عبر الراديو داخل مناطق دوعا، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا الدوعني، برنامج كلام أهلنا من أرضنا الطيبة المباركة وادينا المبارك وادي دوعا. في هذه الحلقة سعدنا باستضافة العم والشيخ صالح بادحمان. العم صالح اللي مشهور ما شاء الله تبارك الله، أحد سكان ومواطني منطقة شرق القويرة، دائما ما يمتعنا ويبرز لنا بوجه هذا البشوش محافظته على الصباح الباكر، دائما بعد صلاة الفجر ما نراه يذبح في هذه المجزرة التي ترونها أمامكم، أو المذبحة كما يقولون ترونها، وهو الصباح مع أبنائه ومع أحبابه والذين يعملون في هذا المكان للذباحة. ومعنا سعيدين جدا باستضافته في برنامج كلام أهلنا من منطقة القويرة. بداية دعني أرحب بك معنا في هذه الحلقة الأولى من البرنامج. أهلا وسهلا فيك عم صالح. قل أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله عم صالح، أسعد الله أوقاتك بكل خير. أنت عم صالح ما شاء الله تبارك الله، يعني دائما لما ينظر إليك الواحد يجد فيك ما شاء الله تبارك الله الخيرية، ويتذكر زمان الطيبين ما شاء الله تبارك الله في هذا الوادي. وأنت ما شاء الله أيضا تقوم بالذبح، وكما يقولون ذبح وقدح ما شاء الله تبارك الله. فكيف طريقة اللحم عندنا في حضرموت؟ أنا في بعض الدول وفي بعض المناطق أشوفهم تقطيع اللحم يقطعونه من شق وطرف كما يقولون، لكن أنتم في دوعا في يقولون ثمين ويقولون معلاق وربع ومندري ايش، فممكن توضح لنا؟ وموجود اللحم ما شاء الله تبارك الله، تفضل. ثمين وربع ونص ثمين وراس، كل واحد على طلبه. طيب الثمين ذا كيف يعني؟ الثمين 3 شخوص والربع 6 شخوص والنص 12 شخص بيكون. ايوه 12 شخص. أيوه. طيب ما شاء الله اللحم المذبوح ذا اللي في الصندوق طلعوه، اللحم المذبوح هذا يا عم صالح ايش من نوع؟ كابش ولا رخله؟ تيس. هذا ربع. هذا ربع. أيوه. هذا ربع كم يصل سعره؟ هذا يصل حوالي 24,000. يعني بمعدل السعودي كم يطلع حوالي؟ كسر وش درى انا قبل يجي. لا حوالي كذا عم صالح 50 حوالي 50. يعني فوق 50 قليل. 50 ب21,000 يمني. هذا ما شاء الله كما ترون في الصورة أمامكم. هذا كم شخوص؟ هذا 6 شخوص. هذا شخوص مع المغاضيف كما يقولون. وذا الوصلة يقولوا له؟ هذا دقيله. دقيله. هو دقيل الراس ده؟ دقيله هي يقولوا لها الدقيله. هذا دقيله. وهذا كتف وهذا روف وذا اللي تحت وهذا ورك. عجيب. مغاضيف وفقره وكبده وكله ما شاء الله تبارك الله. هذا النص الربع. هذا الربع ب24,000. عاد باقي الثمن بيطلعوا لنا عم صالح. ثمين ولا ثمن؟ ثمين. يعني غالي. لا ثمين اقل من هذه. عجيب. ثمين بيجيب له 12,000 ما شاء الله. هذا ثمين مع الفقره حقه مع الكبده حقه. هذا كبده ما شاء الله. هذا طبعا كما ترون في الصورة هذا الكبده. ايوه يا كريم. هذا فقره ما شاء الله. وهذا فقره. هذا الفقره. وهذا كلوه. الكلى حق التيس ده. ايوه. لا اله. وهذا فخذ. وهذا الفخذ. نعم. ما شاء الله. هذا منحر. وهذا زمع. كم يصل سعره هذا؟ هذا يصل 12,000. 12,000. ايوه. وهذا مغاضيف 12,000 بحدود اللهم صل على سيدنا محمد، يعني 50 ب21,000 يمني، 50 ريال سعودي. هذا 12 بتصل ب 25 ريال، حدود 25 ريال. طيب عم صالح، الناس يفضلون ايش من لحم؟ دائما يقولون عربي، لبني، صغير، يعني ايش الفرق؟ لبني مشقاصي، تربية مشقاص. مشقاص. عجيب. ايوه احسن لحم بالمشقاص. حضرمي لحم البلاد هذا المطعوم جيد. ليه يكون افضل من يعني هذا افضل من من نوع؟ هذا افضل من الجلب البدوي، الجلب الضعيف، هذا جلب سمين. مطعوم يطرحون له عشان يكون ما شاء الله لحم بر، يعطونه رضيح، يعطونه اشياء ما شاء الله تبارك الله، ما يحتاج طعم طيب. ياخذون بخاطره. رايض. انت عم صالح تربي هنا ولا تاخذه من البدو تو ما شاء الله تبارك الله؟ ناخذه من الاسواق. وبعض الاحيان في نجيبه مربي معني. من البيت نجيبه. طيب المجتمع هنا في دوعا بحكم ان الوادي يتناسق مع الاغنام والتربيه، هل ترى المجتمع في توجه الان للاغنام ولا ما في توجه؟ لا في توجه. في ناس يربون الان. يربون.
في ناس يربون ما شاء الله تبارك الله. طيب ظهرت لنا النص والثمين، عاد شي باقي؟ الربع. باقي الربع. لا الربع اللي طلعته اللي هو ب 24,000. والثمين باقيه؟ باقي نص. طلع النص يا فارس ولا ماشي نص؟ ماشي نص. ربع ونص. يعني الربع الاولي كمان مرتين. مرتين ونص. وثمين مع الثمين ربع. وثمين مع الثمين ربع. وثمين مع الثمين ربع. والراس قد راس معروف. ما شاء الله تبارك الله. طيب عم صالح، يعني انت بحكم ما شاء الله محافظتك على الوقت الصباح هذا المبكر، من متى وانت تحافظ على هذا الوقت، وكيف تشوف الزمن حقنا هذا يجي وقت الفجر نيام؟ احنا طالبين الله سبحانه وتعالى من الفجر، والرسول يوصي على مقام الفجر بارك الله لامتي في بكورها. ما جاي كما البكره. هل شي فرق في حياتك؟ البكره هذا لا ماشي الحمد لله رب العالمين. لا قصدي محافظتك على هذا الوقت هل غير شيء في حياتك؟ هل تحس بشيء طيبه يا ربك الحمد لله، امور طيبه طيبه بفضل الله يا ربك الحمد. هو في الحديث يقول من صلى الفجر في جماعه اصبح طيب النفس. نعم طيب نعم اي والله. فانت ما شاء الله تبارك الله عليك طبيعي بتكون طيب نفس وصاحب بشاشه، لانك محافظ على البكره. ودائما ما نمر بالسياره، طبعا هذا الخط العام كما ترون، دائما الناس من الصباح يشوفونهم يذبحون. عم صالح، ايش نصيحتك للمتابعين، وخصوصا انت انفردت في الوادي هذا بالثمين والمعلاق والربع، بعضهم يقطبون اللحم، هل ايش يعني هل التقطيع هذا من شق وطرف ويقولوا وصله يبعد اللذة، ولا يعني ليش يعني نمطهم ثاني؟ مكاين ثانيين يقطبون التقطيب ما يبيعون الا مقطط. كما يسوون هذا والمكلة وهذا يقطبون لهم تكسير، يعطون تكسير ما يفصلونه كما عندنا. احنا ذبح حضرمي. وش الفرق يعني؟ الفرق هذا يكون ذبح حشيم كل شخص لحاله. طيب اللي يقطعونه كم يطرحون في الصحن؟ هنا كمان يقولون ذي معلاق في الصحن ولا شخصين؟ يطرحونه في الصحن نص ثمين. هم يبغى الحاجة الحشمة بيطرح ثمين. يبغى الحشمة حق كم نفر الثمين؟ ثمين حق 5 نفر. 5 نفر. إذا عنده زمك قوي بيطرح، ونقعد الحال يعلم الله سبحانه وتعالى يطرح نص ثمين. طيب اللي يجون يعطونك الغنم اغلبهم يربون ولا بياعين ومشترين؟ لا بياع مشترين. وبعضهم مربيين سبحان الله كل واحد حسبه. حد من دوعا هنا يربي ويعرض؟ واجدين يربون. يعني هل ترى في هذا الوقت الناس رجعوا للاغنام ولا نفس اول؟ هذا في دحين يربون، بعض الخلق يربون الان. زادوا اللي يربون؟ لا اقل من اول. اقل من اول. طيب الان بقع غنم، سواء الناس يرجعون للغنم يعني كيف؟ ما ابغى الحين غنم غلي، بره غلي وقمحه غلي وكل حاجه غليت. طيب الارض ما هي خضراء؟ لا الارض الان ربك يتكرم برحمته ان شاء الله، الله كريم. ان شاء الله. الله يجيب الخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. جزاك الله خير يا عم صالح، نحن حقيقة سعدنا ان احنا استضفناك في اول حلقة من برنامج كلام اهلا. اي والله. الله يحفظك. ايش تقول للمغتربين الان؟ كثير من الباقيس وكثير من المتابعين في الوادي اغلبهم مغتربين، تعرف بنسب عالية خارج الوادي، ايش نصيحة ايش تحب تقول لهم وانت في الوادي ما شاء الله؟ هم بغوا يطورون بلادهم يعيشون بلادهم. يعني ينزلون لهنا؟ ينزلون ما حصلوا فرصة ولا حصلوا عملك في بلادك افضل لك. طيب ايه العمل؟ الان بعضهم بيقولون بننزل بلادكم يعني لا كهرباء لا طرقات زي الناس لا اشغال، انت تدعيهم للعودة لاي مشروع حتى انهم يستقرون. اي مشروع ما شاء الله تبارك الله في بلادهم بيحصلونه بيعيشونه بفضل الله. كما ايه الشغل؟ اي شغله يبغوها اي شغله بيشتغلون. طيب في واحد يقول من شغل انا معي راس مال نازل للوادي. شغله يعمل لك بقاله، يعمل لك شغل، يعمل لك ليله اخرى كل حاجه. في ناس انظروا الان من السعوديه زي مساكن الله تعبانين بمعاشاتهم فوق وعاشوا. انا ما شاء الله تبارك الله رجعوا لعملهم الاولي، كانوا يبنون وتركوا البناء ودحين رجعوا يبنون. عجيب. معالمه شغالين في البناء. هذا في البناء شغل في الوادي، لكن ايه من اشغال ثانيه؟ وشغال ثاني بتلقيها مواد بيع وشراء، مواد غذائيه، مواد كاكين، دي بتلقيها ما تشجع على العوده للاغنام؟ عودة الاغنام ما يحتاج، ما بعدها. وبركه فيها عادي. عجيب. بركه الاغنام ما هي بركه شيء ثاني. طيب والدجاج؟ والدجاج كلها اي حاجه يدك ما تردك خساره. طيب عم صالح الدجاج يقولون العلف غالي. طيب ايه كنتوا عليه قديما، ليش الان اصبحنا مربوطين ببرع يعني؟ مربوطين ببرع خلاص يا ابو برع ارتاح وبرع. لا الاكل اقصد لك. الان انا سويت 7 دقائق في الدار، اكتفيت ذاتيا من البيض، كل يوم 3 بيض 4 شكاشيق قيمه في الدار. لكن واحد بعض الاحيان ما يبضن، قالوا لي ضروري من العلف، رحنا للرباط عند المبرد ولا على العمودي في بضاه جبنا علف. ليش الان نروح للعلف نتعنى له؟ ماشي عندنا جولين. هذا موجود عن فارس هناك موجود.
طبعا جاء واحد بياع ومشتري ونحن في الحلقه يقول عم صالح بكم الجالون، بغى نص جالون عسل. فانت تبغى جالون واحد؟ تمام، اعطيه بسيط بعدين المبلغ حق. انت اللي صاحب. ايه صاحب، نعم خذ راحتك، ما عليك بعدين بنهرج. انت جالس هنا؟ لا رايح انا. والله ما انا دارين كم سعره، ابغى له نرجع للفاتوره وذي. لا خلاص اعطوه. شوف النص جالون بكم يجي الجالون بعدين اي وقت بيجي بحسبك، روح شيل الجالون. ما عليك بسيط يصير، خذ راحتك. طيب عم صالح، الليل الان ضروري نرجع للعلف، ليش؟ كيف؟ ليش نرجع للعلف؟ كان قديم الغنم هل شي برا علف، يجي علف من برا؟ لا من اول ما نعرف شي علف. طيب اكل ياكل الغنم بر ورز وقام اي حاجه ياكل ما شاء الله تبارك الله. يعني ممكن تعيش غنم بدون علف؟ ايوه. هل انت ممكن لو تجيب لك 20 راس ما تجيب لنا اي اكل من برا؟ جيب لي ما يجيب لي البر، اعطيهم بر بس الحمد لله. بر مكسر؟ بر نظيف مكسر. بر مطحون ذا؟ بر حبوب قمحه. انتاج البلاد؟ لا انتاج برا. فين برا؟ سودان يمكن هندي. اذا يظل اكلهن مستورد. اعطيه من عندك انا، جيب لنا رضيح تمر ممتاز، اكل ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. رضيح العجم ذا يطحنون؟ العجم يطحنون على الماكينه ويطميه ممتاز ان شاء الله. عم صالح حقيقه سعدنا باستضافتك معنا اليوم. جزاك الله خير. في برنامج كلام اهلنا من وادي دوعن، اليوم من منطقه القويره، من المكان حق عم صالح. شوفوا هذا مكان عم صالح، حلبون. أيوة. شرق القويره، وهذا واحد من كبار السن ما شاء الله جالس يجلسون لهم الصباح هنا يتنسمون. وكما ترون هذا الشارع العام. نعم هذا اسمه من الوالد؟ هذا احمد علي باقيس. ونعم ما شاء الله تبارك الله. عم احمد علي باقيس. ونعم عم احمد كم عمره هذا؟ عمره 70 هكذا. 70 ما شاء الله، ويجلس له هنيه الصباح. ما شاء الله. انا عمري يمكن حوالي الان 55. 55. أيوه. ما شاء الله تبارك الله، حفظكم الله واطال الله باعماركم. وسعدنا جدا عم صالح باستضافتك معنا اليوم في برنامج كلام اهلنا من وادي دوعن. جزاك الله خير. الله يحفظكم، وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام ومتابعي اذاعه اشراق اف ام من دوعن في برنامج كلام اهلنا. ان شاء الله تعالى تعال عم محفوظ، بس بيشوفون وجهك المغتربين ان شاء الله نهيئ. طبعا العم محفوظ باحمادي غني عن هذا عم محفوظ باحمادي الان بيظهر امامكم. هذا العم محفوظ باحمادي. طبعا العم محفوظ باحمادي اليوم صبح مسكين مزكم، شفتوا صبح مزكم، وبغينا منه قصيدتين. قال انا يا عبد الله حلقي، لكن بغيت منه كلمه الان يقول شيء علشان نستعد ان شاء الله بكره اذا قدرنا نسجل معه قصيدتين، وان امكن له الان يحصل الخير ان شاء الله تعالى. اولا في البدايه سعيدين فيك يا عم محفوظ. الله يحفظك. وانت يا عم محفوظ واحد من القدام في البلاد ومن اهل النشيد ونظام المدرسه ما شاء الله، مدرسه حضرموت اللي امتازت بالنشيد والروحانيات وكلام السلف. هيا المستمعين منتظرين قليل من صوتك. والله يا عبد الله المعذره يا اخواني. اليوم حلقه. اليوم الحلق متعب شويه. كمله. هذا الحين من امس. يعني لو جينا بكره بنسجل؟ والله الخبر من عندي انا تبى تكون على طيب الصبح شيء عريق كذا تشرب؟ ولا حاجه ماشي الا الشاهي الاحمر. الشاهي يبعد اللوز. قاطع. يبعد اللوز الشاي القاطع. في الكحه ولا. معلومه، الشاي القاطع يخفف الكحه، هذا معلومه عن المحفوظ. لكن ان شاء الله بكره الفجر بحاول اجيك ان شاء الله. ما نشرب حقهم الشراب هذا مو طبيعي. هذا الطبيعي هنجيب ذيل. طيب انت اكيد قد جاء حلقك من فتره، ايش اللي دائما عالجته به؟ والله لا خاص الكحه هذا، اما هذا الا مصوص ولا حبوب هذا. ان شاء الله. شكرا لك. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. امين. الله يحفظك. ان شاء الله متواصلين، وبهي الوقت ان شاء الله نعمل لقاء معك ان شاء الله باذن الله. هذا العم محفوظ باحمادي واحد من المنشدين ما شاء الله تبارك الله المبدعين في النشيد، ودائما ما نراه في المجالس نشايد كثيره. كم لنا يا صمد ندعوك من قبل هادون، او نشيده جينا الى حضرموت، زرنا الكرام القنوت لحبيب احمد محمد المحضار، او قصيده اللهم صل على سيدنا محمد، قصيدة ما حضرموت الا هود، وقصايد للشيخ فارس ايضا باقيس. وهذا عم صالح اللي عملنا نلقاه معه قبل قليل. وان شاء الله تعالى نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج كلام اهلنا من الارض الطيبة دوعن، وادي العباد وادي الصالحين. هذا عبد الله بامنيف يحييكم، وسامحوا نحن على التصوير بغى صبر، لانه تعرفون البلاد يعني الوضع المكان هنا اليوم حصلنا ظلال، دحين الشمس داخله علينا. ان شاء الله الحلقات القادمه يترتب التسجيل، وباذن الله نكون دائما معكم بالصوت والصوره بالجوده العاليه والنقاوه. هذا عبد الله بامنيف يحييكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واليكم اللقطه العامه على منطقه حلبون والقويره، ودمتم في امان الله تعالى ورعايته.
هذا جنب. يا صالح. هذا.